انتشرت في الآونة الأخيرة في الأسواق كثير من العطور الأصلية والتقليدية. وطبعا صار يصعب انه الشخص يميز بين العطور الأصلية والتقليدية. بصراحة يعني أنا من تجربتي راح أحكي لكم إياه بالأخير بنهاية الفيديو عن إذا كان هذا العطر أصلي أو تقليدي. يعني شنو يعني جربت الأصلي وجربت التقليدي، وانا راح احكي باختصار انه الاصلي اللي نقصد به اللي $100 $200 $300 $400 وطبعا وصاعدا. وحتى اكو ممكن $50 $60 اصلي، وحتى اكو اقل من هذا السعر بصراحة. لكن انا راح احكي عن كعطر انت تستخدمه اصلي او عادي، راح احكي تجربتي بالاخير. راح اعطيكم عدة اشياء احكي لكم بيها. اولا طبعا اذا نريد نعرف هذا العطر اصلي او عطر عادي، فطبعا الكرتونة مثلا، هاي الكرتونة مثلا من تشتريها، هذا كان بشكل عام. بعدين احكي لكم تجربتي، يعني احكي لكم عن العطر نفسه كريحة عطر. يعني تيجي تاخذ الكرتونة تشوفها، بس هذا العطر هو غير اصلي طبعا، عطر طبيعي يعني كوبي هذا. اقصد بيه كوبي يعني مقلد يعني. اما الاصلي هو الاصلي اللي غالي الثمن جدا و يعني ماركة. زين نجي هنا نشوف الكرتونة. طبعا هاي الحافات تكون يعني عدلة جدا ومعتنين بيها. يعني صناعة الكرتونة اصلا تكون صناعة يعني رصينة، مو يعني ركيكة. هسه شوف هاي بيها يعني جديدة نشتريها، تلاحظون الفتحات، هاي الفتحات كلها معقرشة يعني مخربطة، كلها من كامل الجهات هي غير معقرشة. طبعا هاي النقطة الأولى. طبعا ف تبع المثلثات بالذات، هاي المثلثات من فوق من جوا. زين النقطة الثانية طبعا على فكرة للإيضاح انه حتى دول كثيرة تصنع يعني الكرتونة، يعني تصنع أصلي بس الكرتونة غير جيدة، مثل دول أمريكا الجنوبية. يعني دول أمريكا بشكل عام تصنع العطور أصلية بس بصراحة الكرتونة غير جيدة. فهذا يعني مو بالضرورة على فكرة، يعني نقول واحد يشتري كرتونة مخربطة أو كرتونة بيها عدة أشياء ويعرف إنه هي يعني يقول هاي لا والله هاي مو أصلية، لا. بس بشكل عام بنسبة عالية إنه الكرتونة هي أحد الأسباب. زين الزجاجة الأصلية، خلينا نفتح هاي الزجاجة الأصلية ونشوف شنو اللي بيها وشلونها. يعني طبعا هاي أنا قلت لكم كوبي مو أصلي. هاي الزجاجة الأصلية، هذا الأوتومايزر مالتها. زين الزجاجة الأصلية، طبعا الزجاجة الأصلية هنا يكون سيريال نمبر هنا، بينما هاي ما موجودة. سيريال نمبر طبعا بشكل واضح جدا، والكتابات الموجودة هنا وهنا مثلا إذا كتابات تكون جدا واضحة جدا وما بيها خربطة وما بيها يعني خيالات وبعض الأشياء اللي ما تبين إنه هي يعني عدم وضوح، خطأ بالكتابات، خطأ بالتعابير، تفاوت بالتعابير. لا يعني في أغلب الأحيان، وحتى تجي احتمال يعني محفورة على يعني سيريال نمبر، وبعض الاشياء هي محفورة عليها بصراحة، محفورة على الزجاجة. زين بعد طبعا هذا الزجاجة عادة يفتنون بيها اللي هي اوتومايزر يسموها، بس هاي كوبي بسرعة ينفتحت وراح تنشلع تنذب شوفوا. بينما لو كان اصليا ما يصير هذا، هاي المشكلة ما تصير. حتى تركيب الزجاجة صار يعني طبيعية جدا، بس ديك لا تكون اما مغناطيس او يبتلون بيها، وحتى شكلها يجي مختلف عن هذا الشكل بصراحة. زين اذا نريد نتحدث بعد طبعا حتى راحة العطر. هذا العطر مثلا هسه هو ليد كان من العطور ونشتم العطر مالته مثل ما تلاحظون. طبعا هذا العطر انا اشتمه ريحة طيبة، لكن لو تشتم الاصلي مالته طبعا راح تتفاجئ، يختلف بصراحة، يختلف اختلاف كامل. على أقل تقدير هو نفس النكهة، لكن أكو نقاوة بالطعم العطر، فتحس إنه هذا العطر مختلف. النكهة موجودة في عطور
العطور الأصلية، يعني النقاوة موجودة بالعطور الأصلية. هذا طبعا من أهم الأشياء. طبعا حتى أحيانا ثبات، يعني صراحة سأحكي لكم بعد ثبات وغيرها. إذا نتحدث عن السعر. السعر أنا صادم طبعا بصراحة. السعر أحيانا هو سعر طبعا غالي عادة للعطور الأصلية، والعطور الكوبي بصراحة غير يعني أسعارها زهيدة كلش. بس هذا طبعا مو بالضرورة على فكرة. أحيانا تلقى عطر حتى ب5000 تشتري من بالغ فشي يطلع أصلي جدا أصلي، يعني مو بالضرورة. أحيانا العطور التقليدية تجيك غالية الثمن بس يروجولها على أنه هي أصلية. صراحة هذا نخدع به، لكن مو بالضرورة. الأسعار يعني التفاوت بالسعر هو يدل على يعني أصل العطر أصلي أو غير أصلي. خليني أحكي لكم عن تجربتي. طبعا بصراحة أنا جربت العطر الأصلي لعدة عطور، ما أريد أذكر اسمائها حتى لا يكون ترويج. وجربت العطور الغير أصلية. بصراحة كثباتي أنا شفت يعني مو هواي جربت، بس جربت عموما يعني. طبعا بصراحة الثباتي والأداء أنا شفت العطور يعني الكوبي أو العطور التركيب الموجودة بالسوق، وياكو عطور تركيب يعني بدي أحكي لكم عن التفاصيل هاي بغير فيديو. لكن العطور الغير أصلية شفت بيها ثباتية عالية ويعني فوحان أفضل وأداء أفضل يعني من العطور الأصلية. هذا اللي شفته بصراحة. يعني العطور الأصلية تشتريها طيبة وهذا، بس ثباتية ما بيها بصراحة. يعني أنا أعزيها إنه تفاوت الأجيال بالعطور الأصلية هو سبب هذا الشيء. بعدين أحكي لكم شنو الفرق يعني كعطر أصلي، شنو هذا العطر الأصلي، شنو معناته، وشنو معناته التقليد، وشنو معناته هاي التفاصيل كلها. مش عارف أحكي لكم إياها فيديو ثاني حتى لا أطول عليكم بالفيديو. فإذا هذا اللي أنا جربته كتجربة من العطور الكوبي أو العطور التركيب. هي بصراحة فوحان وثبات وأداء أعلى يعني. أما العطور الكوبي هي غير بصراحة، غير يعني ما ملبية الطموح الأغلبية يعني، مو بشكل عام يعني. الشيء الثاني اللي جربته طبعا بصراحة هو نقاوة العطر بالأصلية. يعني العطر تحسه نقي وتحسه ما يتلف بسرعة، يعني ما يتأثر بالظروف هذا، يعني ما يتأثر بالدخان بالتراب يعني نادرا ما يتأثر. بينما العطور الكوبي أو التركيب هي بصراحة عطور تتأثر بسرعة. وهذا اللي جربته. نسبة الكحول الموجودة وحتى الكحول الموجودة بالكوبي هي كحول يعني رديئة، بينما هناك طبعا كحول مختارة ومعتنين بها اعتناء كامل. هذا طبعا باختصار اللي اريد اقوله بخصوص الفرق بين العطور الأصلية والعطور الكوبي. مع السلامة، شكرا لكم. إذا عجبكم الفيديو سووا لايك، وتعليقاتكم أحبائي والاشتراك مهم. شكرا لكم.